السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم دجاج معمر بالشعريه الصينيه ومحمر في الفران. كيجي لذيذ بزاف ورائع في المذاق، كنتمنى تجربوه. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه وما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد والوصفات. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كما كتلاحظوا عندي هنايا دجاجة من وزن 2 كيلو ونصف. البطاطا وخيزو قطعتهم انا بهذا الشكل مربعين. عندي هنايا الزيتون، القزبر والمعدنوس وفصوص الثوم، الزيت، الملح، السكينجبير، الابزار، الكمون، الخرقوم والملون كذلك والماء. اول حاجه غناخذ الطنجره انا ندير فيها الماء حتى يغلي، شويه ديال الملحه وواحد المعلقه ديال الزيت، وغادي نوضع فيها الشعريه تسلق. من بعد غادي ناخذ فصوص ديال الثوم، خديت واحد الاناء وغادي نوضع فيه هاد الفصوص ديال الثوم من بعد ما نقطعهم. احتاجيت هنايا تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال فصوص ديال الثوم، حيت الدجاج كيحتاج الثوم بزايد. داك الثوم هي اللي كتعطيه البنه ونكهه رائعه. وضعت كذلك القزبر والمعدنوس، دقيتهم ورديتهم للإناء اللي غادي ندير فيه الشرموله. غنضيف له الملح حسب الحاجه، الخرقوم، واحد المعلقه كذلك ديال السكينجبير، معلقه ديال الكمون، معلقه غير صغيره، كذلك معلقه ديال فلفل اسود. غنضيف واحد تتبيله ديال الماء، راس معلقه ديال الملون، وغادي نخلط داك الشرموله مزيان. خديت الدجاجه وغادي نشرملها بديك الشرموله اللي وجدت. غنشرملها مزيان بداك التتبيله. من بعد غادي نخليها في الشرموله واحد ربع ساعه حتى ترقد مزيان وتشرب مزيان داك الشرموله. غنضيف واحد 2 معالق حتى 3 ديال الزيت،
وديك الشرموله هي اللي غادي نضيف لها البطاطا والجزر. وغادي نجانس مزيان هاد الخضره في التوابل. من بعد ما تسلقات الشعريه وقطعتها بالمقص، درتها في الشرموله، غنضيف لها الزيتون، غنضيف لها كذلك داك القزبور والمعدنوس اللي قطعت من قبل، وغادي نبقى نخلطها بهذه الطريقه، يعني باش نجانسها مزيان بداك التوابل. دابا غناخد الدجاجه وغادي نعمر القلب ديالها بالشعريه، من بعد غادي ناخد الخيط. انا كنحتفظ بالخيط اللي تكون عاقدين به ديك الباكيه ديال الشعريه، هو اللي غادي نعقد به داك الرجلين ديال الدجاجه باش ما تخرجش الشعريه وتبقى الدجاجه متماسكه بعضياتها. ودابا غادي نجيب الكسكاس وغادي نوضع فيه الخضر، البطاطا والخيزو غنديرهم هما الاولين. غنضيف كذلك الدجاجه، غنضيفها على الصدر ديالها حيت الصدر هو اللي كيحتاج طياب بزاف. غناخد الشعريه وغادي نوضعها في الجوانب ديال الكسكاس، وغادي نغلقها مزيان وغادي نخليها تفور ونتلاقاو ان شاء الله. مني فورات الدجاجه خديت واحد المول ودهنته بالزبده ووضعت فيه الدجاجه، وكان ندهنها كامله حتى هي بالزبده باش غادي ندخلها الفران تحمر. هذا الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى لا فيديو يعجبكم والوصفه تنال اعجابكم، وكنتمنى تجربوا الطريقه ديالي المتواضعه، كتجي لذيذه بزاف ما تشبعوش منها. والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.